قبل ما ابدا الحكايه عايزك تركز معايا. ايوه رجعنا للبدايه، بس وعد مني هصدمك معايا. كتير منكم طلب مني هذه الحكايه، ولاني ما اقدرش على زعلك يا ايه جبت لك النهارده طلبك ويايا. انت بس رزعينا واحده اشتراك في القناه ولايك وجرس كمان، وخلينا نبدا من غير كلام. بتبدأ الحكاية بوانج بين، بس هنمشيها سوهان علشان ده عامل زي سومان، وما تسألنيش مين سومان يبقى انت مش متابع يا مان. المهم اننا بنشوف سوهان وبنات الجامعة كلها بتكرش عليه، مش عشان معاه فلوس، لا بالعكس، ده شاب كحيان حيحان بس ذكي وبياخد المركز الاول دايما، وده بيعجب البنات. فركز في دراستك يا صديقي، انا لو مكانك هقفل الفيديو واروح اذاكر، ولا اقول لك هو الفيديو مش طويل، خلصه وبعدين حط لايك واشتراك وروح ذاكر لحد ما انزل فيديو جديد. المهم ان البنات بتطلب انهم يتجوزوا منه، بس هو بيقول لهم I'm so sorry بس انا مرتبط. وبيكون سوهان مرتبط باجمل بنت في الجامعه اللي بيشوفوا يحسدوا على حياته، بس للاسف ما يعرفوش انه بيشقى وبيشتغل وبيتعب علشان يكسب فلوس، ويعزم حبيبته على مشاريب وكافيهات وخروجات بقى والكلام ده بقى، وبيشتغل بدل الوظيفه 2 و3 بقى، واللي بيكسبها باليوم بيضيعها في الليل على كافيهات تاني بقى. سيبك من الفار اللي هو عايش فيه، المهم انه ذكي ومحترف في الالعاب، وبيختم لعبه جديده، وبيقول انه اخيرا خلص اللعبه بعد 6 ساعات متواصله بعد ما قعد شهر علشان يخلصها. وبعد ما بيخلص اللعبه بتيجي ليه رساله بتقول له مبروك انك خلصت اللعبه، وانه اسرع لاعب يختمها، وانهم هيمنحوه فرصه والقدره للسفر لعالم ما بعد النهايه، وانه لو مات في العالم التاني هيموت في الواقع برضه، وانه كل ما المخاطر زادت كانت المكافآت اعلى، وبيقولوا له يفكر كويس. طبعا سوهان بيضحك وبيوافق على طول من غير ما يفكر، بيفضل قاعد مستني بس ما فيش حاجه بتحصل، فبيتضايق وبيقول انه غبي علشان صدق الكلام ده. بس بتجيله رساله بتقول له انه اختار الاختيار الصح، وانه هيقدر دلوقتي يسافر بين العالمين، وبيعرضوا ليه القواعد بعدها. القاعده الاولى انه لو مات في عالم النهايه هيموت كمان في العالم الواقعي، والقاعده الثانيه انه بعد ما يسافر لعالم ما بعد النهايه هيقعد 7 ايام في عالم النهايه وبعدها يرجع للعالم الاصلي. والقاعده رقم 3 انه الوقت في عالم النهايه مختلف، يعني 7 ايام في عالم النهايه بيوم واحد فقط في العالم الاصلي. والقاعده رقم 4 انه يقدر ياخد معاه اي حاجه من العالم الواقعي لعالم النهايه، والعكس يقدر يجيب اي حاجه من عالم النهايه للعالم الواقعي، بس بشرط انه مش هينفع يجيب اي حاجه فيها روح، مثلا انسان او حيوان وغيره. والقاعده رقم 5 ان عالم النهايه عالم قاسي ومفيش فيه قواعد ولازم يفضل عايش. واخر حاجه ان الرحله هتبدا بعد 4 ساعات، وسوهان بيقول انه بس محتاج يفضل عايش ل7 ايام، وان معاه 4 ساعات علشان يستعد، فلازم يشتري اكل وشرب علشان يعرف يعيش، بس مش بيكون معاه فلوس. وبيقول انه اشترى حاجات كتير لحبيبته بالفلوس اللي كانت معاه، فعلا زي ما بيقول المثل ما تزعلش على الراجل لو مات، ازعل عليه لو خاب. وبيروح سوهان لاصحابه اللي بيكونوا بيلعبوا، اول ما بيشوفوه بيفرحوا بيقولوا له فينك يا راجل محدش سمع صوتك ليه؟ فبيقول لهم بصراحه كده، وقبل ما يخلص كلام بيطلعوا ليه الفلوس اللي معاهم وبيقولوا له خد، فبيقول لهم ان دي كل الفلوس اللي معاهم، فبيقولوا له انه لو شايف انهم اخوات ياخدها وما يسالش، وان اكيد حبيبته مستنياه وما يتاخرش عليها. وسوهان بيقول انه هيرجع وهيخليهم يعيشوا حياه احسن من دي. وهنا صدق الشاعر لما قال صاحبي يا صاحبي انت صاحبي وانا صاحبك، وفلوسك فلوسي وفلوسي فلوسي برضه. هتقولي ومين الشاعر اللي كتب الجمدان ده؟ هقولك انا برضه يا صديقي، وكلامي عليه حقوق طبع ونشر، خد بالك. المهم وبعد شويه بنشوف سوهان جاب كل حاجه ممكن نحتاجها زي الاكل والشرب والمجرفه اللي عندنا بنقول عليها كوريك. المهم سوهان بعدها بيقول انه مديحه ما اتصلتش بيه، وانه هيتصل بيها هو قبل ما يمشي. بالفعل بيتصل بيها، فبترد وبتقول له عايز ايه؟ فبيقول لها انه هيشتغل يومين ورا بعض ومش هيكون فاضي، فبتقول له تمام، وان عندها حاجه مهمه عايزه تقول له عليها، فبيقول لها خليها في نفسك لحد ما ارجع. فبتقول له طب ما تسمع دلوقتي، فبيقول لها لا. بتقول له براحتك وبتقفل معاه، وبنشوف انها مع فتحي في العربيه اللي بيسالها مين اللي بيتصل بيكي دلوقتي، فبتقول له انه حد مش مهم. ويا حزنك يا سوهان قلنا 100 مره 2 مالهمش امان، مديحه وياسمين يا ابن الحلال. وطبعا واحد هيسالني ويقول لي ومالها ياسمين يا لويان؟ هقول لك مش لازم تعرف يا مان. المهم بنرجع لسوهان اللي بيقول هي ليه قفلت الخط، وان شكلها نامت وفجاه المكان بيتغير، وسوهان بيتصدم، مش بيكون مصدق انه سافر لعالم تاني. بيبص حواليه وبيروح يبص من الشباك، وبيتصدم اكتر لما بيشوف زومبي في كل مكان. بيقول ان الاكل اللي معاه هيكفيه 7 ايام، وانه علشان يفهم الوضع اكتر محتاج يستكشف المكان كويس،
بالفعل بيبدأ يتحرك وهو بيقول ان الاستراتيجية رقم 1 دايما يكون في ايده سلاح وهو بيتحرك، والاستراتيجية رقم 2 انه يختار الطريق اللي فيه الزومبي اقل علشان يفهم الوضع اكتر، والاستراتيجية رقم 3 يتجنب القتال على قد ما يقدر، وانه يستعمل حاسة السمع القوية اللي عند الزومبي علشان يبعدهم ويفضي طريق. وبيقول ان العالم ده سهل الواحد يتجنب الزومبي فيه، ولكن بيحس ان في حد بيراقبه وبيسأل لو كان زومبي ذكي، ولكنه بيستوعب انه ممكن يكون بشري، وان البشر في عالم مدمر مرعبين اكتر من الزومبي. بيبدأ يهرب من المكان وهو بيقول انه مش مهم هو ايه، لانهم اكيد هيقتلوه وياخدوا حاجاته، وانه لو مات في العالم ده هيموت في الواقع برضه. بيدخل مبنى وبيقول انه بغض النظر عن هو مين، زومبي ذكي ولا بشري، مفيش حد هيكون بذكائه. ولكن فجأة الازاز من فوقه بيتكسر وبتنزل عليه جوز عصافير، بس بيطلع انهم مش جوز عصافير. بتكون بنت وبتقول له يسلمها الاكل والشرب اللي معاه، فبيقول لها انها مسكت الشخص الغلط وان مش معاه لا اكل ولا شرب. فبتقول له البنت انت هتهزر معايا، وبتقول له ان الشنطه اللي معاه كبيره واكيد مش مليانه على الفاضي، وهتديه 3 ثواني علشان يسلم اللي معاه. بيقول انه غلطان علشان ما خباش الشنطه في مكان كويس، وانه لو سلم ليها الحقيبه فمش هيعرف انه يعيش ل7 ايام في العالم ده. وبيقول كويس انها بنت وبيعمل اللي في دماغه وبيهجم عليها، لكن البنت بتبعد عنه بسرعه وبيهجم عليها تاني، لكنها مش بتكون سهله وبعيونها بتحلل حركاته وبتضربها ضربه بترزعها في الحيطه، وبتقول له لو اتحركت هتموت. فعلى طول بيجيب ورا وبيقول لها ان معاه اكل كتير في الشنطه، والبنت اول ما بتسمع بيبان عليها علامات الجوع. فسوهان بالخباثه بيطلع ساعه كهربائي وبيصعقها، بيقول لها انه عارف انها جعانه بس ما ينفعش انها تسرقها، وبتصعب عليه فبيسيب ليها اكل وشرب، وبيقول لها انه هياخد الخنجر تمن ليهم، وبيسيبها وبيمشي. بيكلم نفسه وبيقول انه لازم يلاقي مكان علشان يخبي فيه الشنطه علشان ما تجيبش ليه اجله بسرعه. ولسه ما خلصش كلام وبيلاقي كام واحد موقفينه وبيقولوا له يسلم الشنطه اللي معاه وهم هيسيبوه. على ايامي كانت السرقه والتثبيت هات تليفونك هات فلوسك هات بوكسر قطنيل. المهم في واحد تاني بيهجم عليه، لكن سوهان بسرعه بيصد الهجوم بتاعه، والاتنين التانيين بيهجموا عليه، فعلى طول بيطلع السكينه وبيجرح واحد منهم، والاتنين التانيين بيخافوا وبيقولوا ليه انه يعالج نفسه بسرعه قبل ما الزومبي يشموا ريحه الدم ويتلموا عليهم. وسوهان بيستغل الفرصه وبيهرب من المكان، ولكنه بيقف وبيصوت بيقول ان الطريق مسدود، وبيجي البلطجيه وبيقولوا له هتروح فين يا بطه، وانه مش هيفضل عايش بعد اللي عمله. في مجموعتهم مجموعه النمر، وبنشوف البنت وهي بتراقب من فوق المبنى وبتقول انه لسه مبتدئ، وبتنزل بكل خفه حركه من غير ما حد من البلطجيه يحس بيها، وبتاخد حجر من الارض وبتقول لسوهان يسكت، وبتضرب بالحجر واحد وبتخلص عليه، والتاني بيقول لابو قرعه يخلي باله. ولكن على مين؟ البنت بتضربها في راسه بس بتكون ناشفه زي الحجر. ابو قرعه بيتعصب وبيهجم عليها، فبتقول لسوهان انه يديها السكينه بسرعه، بيرمي ليها السكينه وبيقول انه يموت على ايد بنت جميله احسن من شويه بلطجيه. البنت بتاخد السكينه وبكل دقه بتخلص عليه، وسوهان بيصوت تقريبا كده حد لاعب في الاعدادات. الواد التاني لما بيشوف الموضوع كده بياخد بعضه وبيجري، وسوهان بيقول لها خلينا نجيبه قبل ما يجيب ناس تانية، لكن البنت بتمسكه وبتقول له انهم لازم يهربوا علشان الدم هيجيب ليهم زومبي كتير، وبتقول له يجي معاها. وسوهان بيقول ان شكلها بنت طيبه وانها ممكن تكون شريكه كويسه ليه في مهمته، وبالفعل بتاخده مكان بعيد عن الزومبي. وسوهان لسه بيقول الحمد لله وهيشكر البنت ليها رفع عليه السكين، وبتقول له ان مفيش حد ليه الامان غير امك يا مان، وبتقول له يرمي البتاعه اللي معاه اللي كهربها بيها، فبيقول لها تمام، وبيسيب مسدس الكهرباء على الارض فبترميه بعيد عنه، وبيقول لها تثق بيه وانه مش هيخونها، وبيطلع ليها اكل كتير، وبيقول لها انه لو سبته هنا 7 ايام هيديها الاكل ده كله. فالبنت بتكون متاثره جدا، وسوهان بيقول لها ان ده الاكل الاحتياطي اللي معاه وانه هيديها نص الاكل اللي معاه، فبتسال هو مين بجد وان الاكل ده حاجه فخره، فبيقول لها انه ما يقدرش يقول ليها دلوقتي وانه محتاج 7 ايام بس، وانه لو قابلها تاني بعد 7 ايام هيجيب لها اكل كتير. البنت بتسكت شويه وبتقول انه ما قتلهاش واداها اكل وانه شخص كويس، فبتقول له تمام انها هتثق بيه وانها مش هتجبرها على حاجه. بتقول له على غرفتها وممنوع يدخلها من غير اذنها، وبتعرفها مكان غرفتها، فبيقول لها انه ما يقدرش يفوز ضدها وبيعرفها بنفسه، فبتقول له اسمها وبنعرف ان اسمها شياو. وسوهان بيروح الغرفه بتاعته وبيبدا يدور على اي حاجه ممكن تكون لها قيمه، بيفتح الدرج وبيلاقي مجوهرات كتير، فبيقول شكل الحظ لعب لي وانه لو باع واحده بس هيحقق حلمه ويتجوز مديحه ويعيش ملك. وبيرجع يدور تاني وبيلاقي خزنه، وسبحان الله بيفتحها، ومتسالنيش هو عرف الرمز ازاي، هقول لك اصل المخرج عاوز كده. وسوهان بيقول ان اكيد العقد ده غالي، وبيمسك الفلوس وبيلاقي انها مختلفه
عن اللي هم بيستخدموها فبيرميها. حد يقول للغبي ده ان طبيعي تكون مختلفة، ما ممكن تكون دولار ولا يورو وممكن تكون جنيه مصري. المهم انه بيلاقي كمية كبيرة من سبائك الذهب وبيعبي الشنطة بتاعته. بيروح يدخل على شياو في غرفتها علشان يقول لها انه هياخد الذهب والمجوهرات، ولكنها بتكون بتغير فبيرجع مكانه. وبتسألها شياو هو عايز ايه، فبيقول لها انه لقي ذهب ومجوهرات كتير وبيسألها لو كان عادي ياخدهم، فبتقول له ياخدهم مش مشكلة وان الحاجات دي ملهاش قيمة في العالم ده. وبتقول له ان المنطقة دي كانت مليانة ناس اغنياء تحسها ايجيبت، وان اكيد باقي البيوت فيها حاجات ثمينة برضه. وبتقول له ان الحاجات دي لو خدها هتكون عبء عليه ومش هيعرف يتحرك، فبيقول لها انها مهمة جدا بالنسبة لي. وبيروح يكمل تدوير على باقي المجوهرات. وبتقول له انها من ساعة ما جت هنا شافت بيت كبير فيه خزنة كبيرة، وبتسأله لو كان عايز يروح ويتأكد، فبيقول لها طبعا. وبالفعل بتوديه عند الخزنة، وهو بيقول ان النوع ده من الخزنات فيه انذار بيضرب لو حد حاول يفتحها، ولكن الكهرباء قطعة حاليا فمش هيضرب. وبيبدأ يجرب كلمات المرور، فشاو بتقول له خد وقتك انت وانا هخلع. وطبعا المخرج ما عندوش وقت فبيغشش سوهان كلمة المرور، وسوهان بيفتح الخزنة وبتكون مليانة ذهب ومجوهرات. وبعد ما بيعبيهم بيروح يقعد مع شياو اللي بتقول عليه مجنون وان الحاجات دي ملهاش لازمة قد الطعام. فسوهان بيقول لها انها ليها لازمة ليه علشان يقدر يبدلها بالاكل والشرب. وشياو اول ما بتسمع اكل وشرب بتقول له انها ممكن تجيب ليه ذهب اكتر مقابل انه يجيب ليها اكل وشرب. فسوهان بيفكر شوية وبيسأل النظام انه لو غاب عن العالم ده هيغيب قد ايه، فبيقول له النظام انه مش هيغيب كتير، ممكن 7 ايام او 14 يوم على حسب. وسوهان بيقول لشياو انه موافق. وبعدها شياو بتقول له ان الاكل والشرب في العالم ده بقى نادر والناس رجعت العصر الحجري بتعيش على اكل الحيوانات، وان الاطعمه اللي مع سوهان تعتبر حاجه فاخره ونادره. وسوهان بيسالها هم ليه ما زرعوش حاجه طيب، فشياو بتقول له ان الحكومه عملت كده بالفعل وعملت مناطق امنه باسوار عاليه ومحصنه وجنود بيحرسوها، حاجه زي هجوم العمالقه كده اتاك اون تايتن، وان حلم اي حد انه يعيش هناك ولكن الصعب انه حد يوصل لهناك. والحكومه بتحاول انها تعمل ترياق يعالج عدوى الزومبي، ولكن ايه اللي هيخلي واحد عنده القوه انه يرجع علشان يعيش في مناطق محصنه؟ فبعد كل حاجه محدش هيرجع يعيش زي الماضي في عالم اجتاحته فيروسات الموت. وبتسال سوهان هو ازاي بيقدر يبدل الذهب بالاكل والشرب، فبيقول لها انه تاجر على الله حكايته، هو وظيفته يجمع الذهب. فبتقول له يخلي باله وهو بيتمشى، محدش عارف الخطر بيجي منين، من الوحوش ولا البشر. وبيسمع صوت صراخ، فشياو بتقول ان في حد داس على الفخ بتاعها، وبنشوف انهم مجموعه النمور. وبيسالها سوهان مين دول اصلا، فبتقول له انهم عصابه النمر اللي كانت بتحاول تسرق سوهان. وبتقول له يلحق يلم حاجاته علشان يهربوا. وبنروح للمجموعه والقائد بيسال حماسه لو كان متاكد انهم متخبيين هنا، فبيقول له ايوه يا فندم، وانه شافها بتدخل البيت ده. فبيقول القائد انه يخلص عليها علشان لمست حد من عصابته، وبيقول للرجاله انهم يدوروا عليها. وسوهان بيقول لشياو في كتير هنعمل ايه، فبتقول له انه يخلص وانهم مش هيقدروا يقعدوا هنا تاني وهتاخدوا مكان تاني اكتر امان. وبالفعل بتاخدوا بيت وبيكون مليان زومبي في الطابق الارضي. وسوهان بيقول ان المكان مليان زومبي ومش هيعرف ينام مرتاح، فبتقول له شياو انه يبطل شغل العيال اللي بيعملوا ده وينام، وطالما مش بيعمل صوت عالي فالزومبي مش هيعرفوا يوصلوا ليهم. فسوهان بيطلع تليفونه وبيقول انه هيلعب شويه العاب علشان ينسى ان في زومبي في المكان. وشياو بتتصدم ان تليفونه شغال وفي بطاريات، وبتسأله لو كان معاه اغاني يسمعها حاجه. وسوهان بيديها سماعه وبيشغل لها اغنيه الفنان انا، بس مش هقول لكم اسم الاغنيه. وبيقعد سوهان جنبها، وشياو وهي بتسمع الاغنيه بتفتكر ذكريات طفولتها مع عائلتها قبل ما فيروسات الزومبي تنتشر. بتفتكر كل الاوقات السعيده وحنان ودفء العائله اللي اتحرمت منه لما الكارثه حصلت. دموعها بتفيض وبتفضل تعيط. بتشوف سوهان جنبها فبترجع ليه السماعه وبتقول له انها سمعت كفايتها. وسوهان بيسالها هي بتعيط ليه، فبتقول له انها افتكرت ذكرياتها مع عائلتها. فسوهان بيلبسها السماعه تاني وبيقول لها تسمع براحتها، والمره الجايه هيجيب ليها تليفون مع شاحن وبطاريات. وشياو بتشكرها، وسوهان بيتسحر بابتسامتها. بيكلم نفسه بيقول لا يمسك نفسك وان عنده حبيبه ما يقدرش يخونها. والله انا اللي مصبرني ان عايز اشوفك لما تعرف انها بتخونك مع فتحي، تقوم انت مطلع سبيكتين دهب راميهم في وشها وتقول ليها اللي باعنا خسر دلعنا. المهم سوهان وشياو بيناموا، وتاني يوم شياو بتفهم سوهان وضع المنطقه. بتقوله ان المنطقه فيها 4 عصابات، وعصابه النمر الابيض واحده من الاربعه وبتسيطر على المنطقه الغربيه، وانه الاسلحه اللي عندهم هي 10 بنادق وقاعدتهم موجوده في اعلى مبنى في المنطقه الغربيه، وعندهم سوبر ماركت كبير. وسوهان بيقول انه هيكون من الصعب انه يتقاتل معاهم بسبب الاسلحه اللي معاهم. وشياو بتقول له
ان في مجموعة تانية لازم يكون عارفها برضه زي المنطقة الشرقية تحت سيطرة مجموعة اسماك القرش، وانها الاقوى بين المجموعات كلها وعدد اعضائها اكتر من 100 وعندهم 20 بندقية. والمنطقة الجنوبية تحت سيطرة المجموعة الاضعف مجموعة النسر الشجاع وعدد اعضائها 40 مع اقل من 10 بنادق، لكن معاهم داينامايت اللي هو قنابل او متفجرات بمعنى تاني. والمنطقة الشمالية تحت سيطرة مجموعة الدب الخرفان وعددهم اكتر من 100 مع 10 بنادق، ومفيش مجموعة من الاربع مجموعات بتهجم على حد من المجموعة التانية. وبتقولوا ان المنطقة فيها بتاع 1000 واحد عايشين فيها، وقبل كده كانوا بتاع 2 مليون، ولكن نصهم اتحول زومبي والنص التاني هرب. وبيسألها سوهان عن مكان الخزنة، فبتقول له ان اكبر خزنة موجودة بالبنك، بس البنك اتعرض للسرقة، ولكنه لو كان عايز سبائك ذهب فهيلاقيها في البنك مكان مجموعة اسماك القرش، وان معظم العناصر القيمة بيحتفظوا بها هناك علشان مجموعة اسماك القرش سرقت معظم البنوك وحطت كل حاجة في القاعدة بتاعتهم. وسوهان بيتضايق علشان هيكون صعب انه يسرق الذهب من هناك. وخلال الايام القليلة كان متخبي في المبنى مع شياو، وشاف ناس من عصابة النمر وهم بيدوروا عليهم في المنطقة، ولكنهم فضلوا مستخبيين لحد ما بيجي الوقت الموعود. وبيقول لشياو انه هيديها كل الاكل اللي معاه وهيضطر انه يمشي. فبتقول له شياو ازاي هيسيب الاكل والشرب هنا وانه اكيد مجنون. فبيقول لها انها ما تخافش وانه هيكون كويس، هم 7 ايام وهيرجع تاني باكل اكتر. وشياو بتروح تحضنه وبتقول له اما يقعد او ياخدها معاها. فبيقول لها انه للاسف مش هيقدر يعمل لا ده ولا ده وهيضطر انه يمشي. وبيوعدها انه هيرجع بعد 7 ايام وهيجيب لها حاجات كتير هتعجبها. وبيدخل الغرفة وبيستنى الساعة تيجي 12 منتصف الليل، وبيكون زعلان انه هيسيب شياو وحدها. وبيمشي بعد ما كان السبب في اللي بيحصل لها وان مجموعة النمر بتدور عليها. وشياو بتدخل الغرفة اول ما الساعة بتيجي 12، ولكن سوهان بيكون مشي خلاص. وبنرجع للواقع وبنشوف 2 بيقولوا ان ميسي احسن من رونالدو. فبيطلع سوهان وبيقول لهم وان بيس عمك منك ليها، وبيسيبهم وبيمشي. اول حاجة بيعملها بيطلع موبايله وبيتصل على الخاينة مديحة. انا عايز اعرف نوع تليفونك ايه يا اسطى؟ تليفوني اللي بيقعد 7 ايام من غير ما يخلص شحن، ده السيفون 17 اللي لسه نازل اخره بيكون 8 ساعات. طبعا واحد هيجي يقول لي انت رجعت تنزل فيديوهات علشان تجيب السيفون؟ هقول لك لا طبعا، بس هو انت عرفت منين؟ المهم مديحة بترد عليه وهو بيسألها انت فين؟ فبتقول له انها في مكتب العقارات بتشتري بيت جديد. وبيجي فتحي وبيقول لها انها لو انفصلت عنه هيشتري ليها بيت في نفس اللحظة. وسوهان بيسألها فين هو مكتب العقارات وهو هيجي ليها. فبتقول له تعالى مدينة الجامدين شارع الحلوين عند حسن درويش جنبيه واحد بيبيع بطة من غير ريش. فبيقول لها سوهان انه عارف المكان 5 دقايق وهيكون عندها. بيروح بعدها سوهان لمتجر المجوهرات وبيقول الموظفة انه عايز يقابل مديرها. فالموظفة بتبص عليه من فوق لتحت وبتقول له انه مديرها مشغول ويقدر يكلمها هي، وبتكون اصلا قرفانة من ريحته. وسوهان بيقول لها وانها ملهاش الحق انها ترفض انه يقابله وانه عايز المدير في شغل هي مش هتفهم فيه. فالموظفة بتقول له امشي يلا انت هتهزر معايا. وسوهان بيطلع الجوهرة وبيقول لها تسعر ليه الجوهرة وانه عايز يبيعها. والموظفة بتقول له انه جايب جوهرة مزيفة وعايز ينصب عليها، وبتقول له يمشي من المتجر احسن تزعق وتلم الحريم. والرجالة والناس بتكون بدأت تتلم على الصوت. وسوهان بيقول لها انه هيمشي ومحل كبير زي ده ما فيهوش حد قادر يشوف قيمة الجوهرة، لكن واحد بيوقفه وبيقول له انه المدير وعايز يشوف الجوهرة. فبيعرض ليه سوهان الجوهرة والمدير اول ما بيشوفها بينصدم. والموظفة بتقول للمدير انه واحد نصاب. فبيقول لها المدير تخرس وتروح تجيب ليهم شاي. وبيقول لسوهان يروح معاه مكان هادي شوية. وبعدها بيسأله المدير لو كان هيبيع الجوهرة. وسوهان بيقول له هفكر في الموضوع على حسب سعرك. وبيكون سوهان مفكر انه هيقول له 10,000 ولا حاجة، ولكن المدير بيقول له 8 مليون. فسوهان بيتصدم وبيقول له انت بتهزر؟ فالمدير بيقول له لو مش عاجبك السعر ممكن يرفعها ل 8.5. وسوهان بيقول له لا خلاص تمام، وان معاه 9 جواهر تانية لو كان هيقدر يشتري. فالمدير بيفرح وبيقول له طبعا هيشتري. وبعدها بيمشي سوهان والمدير والموظفة بيكونوا بيودعوا. والمدير بيقول للموظفة تاخد بالها من اسلوبها وانها كانت هتضيع عليهم زبون مهم. وسوهان بتوصلها الفلوس في الحساب وبيقول انه هيشوف محل تاني بقى يبيع ليه الذهب علشان يتجنب الشك. وبيركب تاكسي وبيقول لسواق ياخده امبابة. بيوصل سوهان عند محل العقارات وبيقول انه ما كانش متوقع انه يدخل مكان زي ده في يوم من الايام. وبتروح ليه
مديحة وسوهان اول ما بيشوفها بينصدم وبيسألها بتعمل ايه ومين اللي معاها ده، والناس اللي في المكان بتقول بص شوف الشحات ده وازاي الامن سمح لحد زي ده انه يدخل، ومديحة بتقول له انها عايزة تنفصل عنه وانهم هيتخرجوا وهيحتاجوا انهم يشتغلوا ويتعبوا علشان يعرفوا يعيشوا، وهي عايزة اللي يريحها، وفتحي هيشتري ليها بيت، وسوهان بيقول لها انه يقدر يخليها مرتاحة وانه حاول يساعدها وضحى بحاجات كتير علشانها، وبيسألها لو كانت هتبيعه علشان الخروف ده وانه يقدر يحميها منه، وفتحي بيقول له ينزل ايده وما يشاورش عليه، وسوهان بيقول له ما يشوفش نفسه قوي كده، فبيروح لفتحي وبيضربها بالكف وبيقول له انه حتى لو خد حبيبته مش هيكون مرتاح. تفتكر ان سوهان هيسكت؟ لا والله، بيضربها بالرجل وبيرميه بعيد وبيحلف بالطلاج انه هيخص، ومديحة بتقول له يهدى، فبيقول لها سوهان تبعد ايدها عنه، لكن مديحة بتضربها بالكفة وبتقول له يرجع لعقله وانها مش هترجع معاه اصلا، وبتروح لفتحي وبتطمن عليه، وسوهان بيكون لسه تحت تأثير الصدمة وبيقول يعني في الاخر كل حاجة عملتها ما كانتش ليها قيمة، وبتيجي الموظفة بالامن وبتقول لهم يرموه بره، فسوهان بيقول لها يعني في الاخر بتعاملوا زباينكم بالطريقة دي، والموظفة بتقول له انه مش زبون وان ارخص عش عندهم ب 600,000 وانه لو فضل سنين حارم نفسه من الاكل والشرب مش هيقدر انه يشتري بيت اصلا، وسوهان بيسألها وبيقول لها لو كانت 600,000 كتيرة، ايوه بقى ده انت جاي ومعاك ملايين في بنوك، هو نسي انه اول الحكاية كان مستلف فلوس من اصحابه ولا ايه الكلام؟ المهم بيجي المدير وبيقول له انه بيقول كلام كبير، فسوهان بيقول له انه جه هنا علشان يشتري بيت ولكنه ما كانش متوقع انه يلاقي الناس تعامله باحتكار كده، والمدير بيعتذر ليه عن الطريقة اللي كانوا بيتعاملوا معاه بيها، وبيقول له انه ما عملش مشكلة وبس انما كمان ضرب واحد من اهم عملائهم، وانه لو ما قدرش يشتري حاجة فهيبلغ عنه الشرطة، وسوهان بيقول له والله كنت عايز اشتري حاجة بس الجودة عندهم مش احسن حاجة، والمدير والموظفة بينصدموا وبيقولوا انهم يتصلوا بالشرطة احسن، وسوهان بيقول لمديحة انها ما تجيش تعيط في المستقبل، وبيكون ماشي ولكن المدير بيمسكه وبيقول له طالما البيوت العادية مش بتلفت نظرك فيقول له سعر وهيجيب لي افخم بيت، فسوهان بيقول له اقل حاجة 20 مليون، والموظفة بتقول له انه شحات ومغرور، والمدير بيقول لسوهان انه عندهم البيت اللي هو عايزه وانه فيلا على بحيرة في الغابة وسعرها 20 مليون وانه المفروض يظهر ليهم على الاقل انه يقدر يشتري، فسوهان بيقول له انه طبعا يقدر يظهر ليه قدرتها على الشراء بس على شرط وانه يخلي الموظفة والامن يمشوا بالمكان زي الكلاب وينبحوا، فالمدير بيقول له ياه عز الطلب والله، وانه بس يوريه اللي معاه وهيخليه زبون VIP، وبيقوم فتحي وبيبعد مديحة وبيقول انه مش هيسكت وبيهجم على سوهان علشان يضربها، ولكن بيلاقي سبيك الذهب مرمية في وشه، وسوهان بيقول له يخلص وان في ناس كبيرة بتتكلم هنا، والله يا بختك يا ريت انا حد يضربني بالذهب. المهم المدير بينصدم وبيقول ان اللي ضرب بيه ذهب، والناس بتبدأ تتكلم وازاي معاه الذهب ده، وسوهان بياخد السبيكة قبل الناس ما تتلم، ومديحة بتكون مستغربة. سوهان بيقول مديحة انت سبتيني علشان واحد مش فارق معاه هتموتي ولا تعيشي، ربنا يحرقكم مع السلامة. الموظفة بتقول للمدير ده ضرب زبونك مرة تاني هتسيبه يمشي كده؟ المدير بيكلم نفسه بيقول اللي رماها دي كانت سبيكة ذهب وسبيكة كبيرة مش صغيرة. سوهان بيطلع عليه التليفون وبيقول له اهو يا حاج ده واحد من اصغر الحسابات اللي عندي، بيكون الحساب فيه 70 مليون دولار. المدير اول ما بيشوف الرقم بينصدم، والموظفة بتقول اكيد دي صورة مزيفة. المدير بيقول لسوهان انا اسف جدا على اللي حصل، من النهارده انت عميل VIP. سوهان بيقول طيب والاتفاق اللي عملناه انت نسيت ولا ايه؟ بيقول له طبعا لسه موجود. بيبص للموظفه والامن وبيقول لهم لو عايزين الشغل امشوا بالمعرض زي الكلاب، والناس بتبدا تسال هل الشخص ده غني وانهم مش هيحكموا على المظهر مره تاني. والمدير بيقول لسوهان انت كده مرضي؟ بيقول له هعديها لهم المره دي علشانك، صور يا باشا صور، شوف كلاب بشريه لما انزلها على النت هتجيب ريتش. سوهان بيرجع البيت وبيكون بياخد شاور، بيقول انا اشتريت البيت مش علشان اتفشخر بيه، لا انا جبته علشان محتاج بيت بمساحة كبيرة. اما بالمدرسة العيال بيكونوا ماشيين وبيقولوا هو مش بيرد على التليفون ليه، هو كويس ولا لا؟ سمعنا ان مديحة سابته. بتجيلهم رسالة هما الاتنين ان في مليون دولار اتضافت بحساباتهم. عبده بيفتكرها رسالة احتيال جديدة، ومروان بيقول له وانا كمان جات لي رسالة زيك، خلينا ندخل الحساب ونشوف صح ولا لا. بيدخلوا وفعلا بيلاقوا ان الفلوس في حسابهم. سوهان بيرن عليهم وعبده بيرد عليه بيقول له انت فين ياض؟ بقالنا فترة بنحاول نتصل بيك، انت كويس؟ بيقول له انا تمام وراجع الصعيد
هقعد عند ابويا وامي شويه وراجع لكم. بيقول له ارجع الصعيد يا اسطى وما تجيش دلوقتي، انا سمعت ان فتحي عيلته عيله كبيره واكيد مش هيسكتوا. بيقول لهم المهم الفلوس وصلتكم ولا لا؟ بيقولوا له هو انت اللي بعت الفلوس؟ بيقول له ده مبلغ مش كبير، المهم انكم مبسوطين. مروان بيقول له ايه اللي ده مش مبلغ كبير، انت جبت الفلوس دي منين اصلا؟ فبيقول له انه كسب في مسابقه $1,000,000. العيال بينصدموا لما بيسمعوا الرقم. بيقول لهم انتم دايما كنتم بتساعدوني وبتساندوني وكنتم بتصرفوا عليا، انتم فعلا رجاله. وهنا في حكمه بتقول لك العثور على صديق حقيقي بمثابه العثور على كنز، وربنا يرزقنا الصديق ده. المهم عبده بيقول له يعني صح انك انفصلت عن البت مديحه؟ بيقول لهم هكلمكم بعدين علشان وصلت البيت. بيروح البيت وابوه وامه بيفرحوا بيه، بيروح يقعد معاهم وياكلوا وبيقول لهم انه كسب مع جورج كرداحي فمن سيربح ال1,000,000. امه وابوه بينصدموا، وطبعا هو مش هينفع يقول لهم ازاي كسب الفلوس علشان ما يخافوش عليه. المهم بعد ما بيسلم عليهم بيروح عند عمه اللي بيقول له واخد اجازه ولا ايه يا ولدي؟ نورت والله. وبنرجع لسوهان بعد ما بيروح لعمه وبيقول له عمي انا جاي وطالب ايد، قصدي طالب مساعدتك، وجبت لك معايا واحده ستنج انما ايه مشبره علشان تروق كده وتكبر دماغك معايا. عمه بياخدها منه وبيقول له بص يا ولد اخوي انت زي ولدي والله وانا مش هتاخر عليك، مش علشان جزازه ستنج يعني برضه، بس خلينا بالجد دلوقتي. لما تيجي المره الجايه وانت جاي ما تجيبش معاك حاجه، احنا اهل يا ابني وعيب كده. بنعرف ان عمه درويش كان بيحب الصيد لما كان شاب في شبابه يعني، ومش صيد سمك يا صديق، لا ده صيد ببنادق وحاجات شرسه كده طخ طخ. الله يرحم ايام طفولتي كنت بصيد حمام الجيران بالنبله اللي كنت بعملها بستك بنطلون. يا ليت الطفوله تعود يوما، بس مش الطفوله دي بس برضه، وربنا ما هسيب حمامه بالشارع، ده الجوز دلوقتي عدى ال100. المهم عمو درويش كان عنده بندقيه خاصه بيه بيستعملها دايما، ولكن في السنتين اللي فاتوا البلد بدات تحط قوانين للناس اللي معاهم سلاح، فعلشان كده درويش ما بقاش بيصيد، بيجيب لسوهان حاجه يشربها وبيقول له امرني يا ابني. فسوهان بيقول له انا عايز اشتري البندقيه بتاعتك. فعمو بيستغرب وبيقول له بندقيتي اللي تشتريها؟ انت باين عليك ناوي على مصيبه، انت جياض حد ضربك ولا علم عليك وعايز تاخد بطارك وربنا نقلب البلد عليها واطيها. فسوهان بيقول له اصبر يا عمهم، الموضوع مش زي ما انت فاهم، انا سوهان اللي كنت بتدلعني وانا صغير وتقول لي يا سوسن، مين يقدر يعلم عليا؟ ما بصراحه يا سوسن قصدي يا اخويا سوهان، بعد الدلع ده اكيد ما حدش هيفكر يعلم عليه. المهم بيقول له فاكرني دلوقتي هات الحد ولا ايه؟ الفكره كلها ان حفله التخرج بتاعتي قربت وكنت عايز اشتري البندقيه علشان نلعب بيها انا واصحابي قدام البنات بقى وكده، وانت فاهم بقى يا حاج، وانا سمعت ان المكان اللي هنحتفل فيه مكان فيه حيوانات خطيره، فقلت اعمل حسابي بقى وابقى مأمن نفسي. عمو درويش بيقول له ايوه كده يا ابني، ريحت قلب الله يريحك، طالما انت عايزها في حاجه قانونيه فما فيش مشكله، لكن ما تشغلش بالك بالفلوس، احنا اهل وما فيش بينا حاجه زي كده، وبعدين انت عارف ان الخال والد. سوهان بيقول له بس انت يا عمي، فبيبص له بصه من فوق لتحت اليمين لشمال علشان بوظ الحكمه. فسوهان قال له لا خلاص انا بهزر، انت ابويا وعمي وخالي، بس جيب السلاح الله يرضى عليك خلينا امشي. عمو بيجيب السلاح، ولما سوهان بيمسك بيكون فرحان جدا لان دي اول مره ليه يمسك سلاح في ايده، من حقه، ما ده سوسن ولا انتم ناسيين؟ عمو بيجيب له ازازه تخدير وبيحذرها لو شم منها كميه كبيره فهيموت. فسوسن قصدي سوهان بيفرح لانه ممكن يستعملها على الزومبي، وعمو بيكون خايف ليستعملها في حاجه مش مظبوطه. المهم سوهان بيسيبه وبيمشي، وبعد ما بيدي لاهله الفلوس وبياخد من عمو السلاح بيرجع على المدينه وبيكون اخد معاه اكل كتير جدا، ده غير انه اشترى موبايل لعصفوره، وكمان جاب معاه خنجر وشويه حاجات كده يمكن تنفع معاه. وقبل ما ينتقل لنهايه العالم عالم الفراغ بيتمنى ان عصفوره تكون كويسه والاكل اللي معاها يكون كفاها. بالفعل بيجي وقت النقله، فالنظام بيقترح عليه يغير المكان اللي هيروحه، ولكنه بيقول له نزلني في نفس المكان اللي كنت فيه، وبيروح فعلا لنفس الاوضه اللي انتقل منها للارض المره اللي فاتت. بعدها بنشوف عصفوره اللي بتبقى واقفه في الصاله وبتعيط لان ما تبقاش معاها الا كيس واحد من الاكل، وبتقول انها اكلت كتير في الاول وما قدرتش انها تشغل دماغها في الاستهلاك، لانها لو عملت كده كان زمان لسه معاها اكل يكفيها الاسبوع كمان. ولكن سوهان بيفتح الباب وبينادم عليها وبيقول لها انا جيت نورت البيت بعد 7 ايام زي ما قلت لي. فعصفوره بتكون مش مصدقه ان سوهان رجع، كانت مفكره انه اتخلى عنها او نسيها. فسوهان بيحاول يهديها وبيقول لها طب انت ليه بتعيطي دلوقتي، انا واقف قدامك اهو. فبتروح تحضنه وبتقعد تعيط، خدني بحضنك وانا دوم، حط على ايدك، احط ايدك على ربنا يرزقني بواحده تعيط بحضني وانا اقول لها لا تقلقي يا زوجتي هنشتري فراخ بالتقسيط طول شهر رمضان. المهم سوهان بيفرحها وبيعرف انه جاب لها اكل كتير، ولكنه بيلاحظ ان جسمها متبهدل ومليان اصابات، فبيسالها عن السبب، فبتعرف ان في حاجات كتيره حصلت بعد ما مشي، وهي ان زعيم عصابه النمر الابيض حاطط مكافاه على راسهم، اللي هيقتلهم هياخد مكافاه، ودلوقتي بقى كل اللي في البلد بيدوروا عليهم، وبتقول له انها كانت قلقانه جدا عليه بعد ما غاب الفتره دي كلها، وبالصدفه عرفت اخبار عنه فراح
راحت علشان تتاكد، ولكن طلع انه مجرد فخ عملته العصابه علشانها وكان هيتقبض عليها. سوهان بيقدر اللي العصفوره عملته علشانه وانها خاطرت بحياتها علشانه. سبحان الله، خد خازوق بالواقع وحبيبته خانته عشان مش معاه فلوس، تقوم واحده من عالم تاني تخطر علشان سمعت اشاعه عنه. طبعا انت بتسال وهنقابل شخص زي ده فين؟ هقول لك اشتري فرخه بالتقسيط واشرب زبادو. المهم سوهان بيحضنها وبيقول لها صدقيني انا هخلي كل اللي اذوكي يدفعوا الثمن. فعصفوره بتشكره، ولكن سوهان لما بيلاقي لسه زعلانه فبيقول لها طب تعالى اما اوريك انا جبت ايه معايا، وبيوريها الاسلحه اللي جابها. فعصفوره بتمسك السلاح وبتكون فرحانه جدا لان دي اول مره ليها تمسك سلاح. سوهان بيقول بالرغم من انها بندقيه هوا ولكنه هيقدر يقتل بيها الزومبي واي حد تاني يضايقهم. وبيلاحظ ان عصفوره فرحانه بالسلاح فبيقول لها انا شايف ان السلاح ده مناسب للقنصه من بعيد، وكمان لبسها خفيف فدي هتكون احسن سلاح تستخدميه. فعصفوره بتفرح، بس سوهان بيقول لها انت فاكره ان احنا خلصنا ولا ايه؟ انا جبت اكل كتير علشان يكفينا. فبتقول له هو انا بحلم ولا ايه؟ ولكنها ما بتستناش وبتروح تاكل على طول من غير ما تفكر. وهي شغاله تاكل بيطلع الموبايل اللي جابه لها وبيقول لها انا جبت لك موبايل جديد وكمان جبت بطاريات كتير علشان يعيش معاكي فتره طويله. فعصفوره بتفرح جدا وبتشكرها على كل حاجه عملها لانها ما كانتش متوقعه ان في حد يعملها كده، وبتقعد تعيط. فبيقول لها انت بتعيطي تاني ليه بس؟ فبتقول له ان ما فيش حد عملها بالشكل ده من بعد ما عيلتها ماتوا. فسوهان بيهون عليها وبيقول لها طب كلي بس وانا هسمعك اغاني وانسيك الدنيا باللي فيها. وبنعرف ان 7 ايام اللي سوهان كان غايب فيهم حصل ما بين عصابه النمر وعصابه الدب حرب بسبب قله الاكل في المكان، ولكن اللي اتصابوا كانوا عدد قليل جدا من الطرفين. ولكن بعد اللي حصل ده في ناس كتير سابوا المدينه وبداوا يروحوا لاماكن تانية. وبعدها بنشوف سوهان وعصفوره وهم واقفين على سطح بيت وبيختبروا مهارات العصفوره في التنشين، وسوهان بيكون منبهر من دقتها بالرغم من انها قالت ان دي اول مره ليها تمسك سلاح. فعصفوره بتقول له بس انا حاسه ان السلاح ضعيف وصعب يقتل حد من مسافه بعيده. فسوهان بيقول لها مفيش مشكله، احنا ممكن نبدا القنص من قريب بما ان السلاح صوته ضعيف فما حدش هيعرف مكاننا. فعصفوره بتقول له برايك هنقدر نخلص على العصابتين دول لوحدنا؟ فبيقول لها ايوه طبعا، بس ده مش عن طريق اننا نتقاتل معاهم وش لوش، لا ده احنا نضحك عليهم ونخليهم يتقاتلوا مع بعض واحنا نبقى واقفين بنتفرج من بعيد. وبالمره يا اختي سبائك الدهب تقيله ومحدش محتاجها هنا ومفيش منها فايده، وانا سمعت انها كلها موجوده جوه البنك، ولو عايزين ندخل البنك فلازم نخلي العصابتين دول يمسكوا في بعض وكل عصابه منهم تتضرر بشكل كبير. وبعدين انا المهم عندي دلوقتي اني اخلي ال4 عصابات يفشخوا بعض علشان ادور على الدهب براحتي وعلى راحتي. فعصفوره بتقول له طب وازاي هتخليهم يتعاركوا مع بعض؟ فبيضحك وبيقول لها هو ده بقى السبب اللي خلاني اجيب معايا متفجرات، لانها مهمه جدا في خطتنا، لان عصابه الدب هي الوحيده اللي عندها متفجرات وقنابل، وبيعرفها ان كل اللي هو محتاجه انه يفجر مخزن عصابه النمر الابيض، ووقتها يفتكروا ان عصابه الدب هم اللي عملوا كده وهينتقموا منهم. فعصفوره بتكون منبهره بذكاء سوسن قصدي سوهان. مالك يا بطه مكسوفه من دلع الطفوله ولا ايه؟ بيقول لها ما تحرجنيش بقى، وبيعرفها ان المشكله الوحيده قدامه هي طريقه تفجير المخزن، لان المكان هيكون مرشق حراس ومش هيقدر يوصل لجوه المخزن من غير ما يتكشف. فعصفوره بتقول له في العادي عصابه النمر الابيض بيناموا على الساعه 8 او 9 بالكتير لان مفيش كهرباء، فالدنيا بتبقى ضلمه وفي مداخل كتير في القاعده بتاعتهم ما بيبقوش حاطين عليها حراس، وانا عارفه مكان من الاماكن دي اللي نقدر ندخل منها. فسوهان بيفرح من ان عصفوره عارفه معلومات زي دي وبيقول لها انه هينتقم منهم علشان هم اللي بداوا الحرب من الاول لما فكروا يقتلوهم، وصوته بيكون عالي جدا. فعصفوره بتقول له طب وطي صوتك بس بدل ما الزومبي يعرفوا مكاننا ويجوا ياكلونا الاول. وبنروح بالليل وبنشوف عصفوره وسوهان وهما بيدخلوا البيت من شباك قديم، واول ما بيدخلوا بيشوفوا واحد بيحرس السلم ونايم بيشخر. فسوهان بيقول لها سيبك منه مش هيعمل حاجه، ده نايم في عالم تاني، لو صحناه هيلم علينا الباقي، خلينا بس نمشي من غير صوت للدور الخامس. ولو هتقولي لي ليه فهقولك لا ستوب هنا يا اسطى سوهان، دي كلمتي انا دي، ما مش هتبقى حرامي دهب وحرامي كلام، بس لو هتشغلني معاك مفيش مشاكل. المهم بيقول لها انهم حاطين عدد قليل من الحراس في الدور الاول، وده معناه ان مفيش حاجه مهمه فيه، فاكيد هيكونوا حاطين الحاجات المهمه في الدور الخامس علشان يكون صعب على اي حد انه يوصل لها. وانت عارفه ان هدفنا هو اننا نلاقي المخزن اللي بيحطوا فيه الاكل ونفجرها. عصفوره بتقتنع بكلامه وبيقلعوا الجزم وبيطلعوا على السلم من غير صوت وبيوصلوا للدور الرابع وبيضربوا الحارس اللي هناك بطلقه مخدره علشان يعدوا. واول ما بيوصلوا للدور الخامس بيستخبوا وبيسمعوا 2 ماشيين في الطرقه، وفي واحد فيهم بيقول للتاني خلي بالك الامدادات اللي معانا بدات تقل وكل اللي باقي مش هيكفي لمده شهر. فصاحبه بيقول له تتوقع اننا لو اتعاركنا مع عصابه الدب هل هنقدر نهزمهم وناخد منهم الاكل بتاعهم؟ فبيقول له ما احنا كده كده لازم نفشخهم قبل ما يفشخونا، في مثل بيقول لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا. فصاحبه بيقول له طب خلاص وطي صوتك لان القائد لو سمع الكلام ده هيفشخنا احنا الاثنين. فسوهان بيعرف ان الاوضه اللي جنبهم بتاعت زعيم العصابه. سوهان بيقرب من شباك الاوضه وبيسمع صوت شخير، فبيعرف ان
الزعيم نايم وبيدور حواليه فبيلاقي غرفة الأكل ولكنها مقفولة بقفل. فعصفورة بتقول له أنا سمعت دلوقتي إن عصابة النمر الأبيض هيتقاتلوا مع عصابة الدب كده كده، فمفيش داعي إن إحنا نفجر لهم مستودعهم. سوهان بيقول لها التفسير صعب، لكن كمان 7 أيام أنا هضطر أمشي لمدة من الزمن، وإمدادات عصابة النمر ممكن تكفيهم لمدة شهر، وخلال الوقت ده هيخلوهم يطاردوا فينا، فإحنا ما عندناش وقت كتير نفكر، فأسهل طريقة قدامنا هي إننا نفجر مستودع واحد فيهم ونخليهم يتقاتلوا مع بعض. ولكن المفتاح بتاع القفل ده أكيد مع القائد، فإحنا مش هنقدر نتأكد إن هو ده المكان ولا لأ، لأن هيبقى فيه مخاطرة كبيرة لو ما طلعش هو. لكن عصفورة بتقول له ما تخافش، أنا هعرف أحل المشكلة دي، أنا هقدر أفتح القفل. وبتطلع الدبوس اللي بتربط بيه شعرها وبتمسك القفل وبتحاول تفتحه، وسوهان بيكون مصدوم لأنه ما توقعش إنها تعرف تعمل حاجة زي دي. ولكن في نفس الوقت بنشوف حد بيدخل من الشباك اللي دخلوا منه، فالحارس بيسمع صوت دخوله وبيفتح عينه، لكنه بيتصدم أول ما بيفتح عينه لأنه بيلاقي عدد كبير من الزومبي واقفين قدامه. بيصوت بصوت عالي وكل اللي موجودين بيسمعوه، بيفتكروا إن عصابة الدب بتهاجمهم. وفي الوقت ده عصفورة بتكون قدرت تفتح الباب وبتدخل هي وسوهان لجوه المخزن، وفعلا بيلاقوا فيه الأكلة. سوهان بيفرح وبيقول لعصفورة تحط المتفجرات، ولكن لما بيبص عليها بيلاقيها رايحة عند الأكل وسايبة المتفجرات، فبيقول لها هو أنت رايحة تعملي إيه تاني؟ فبتقول له إن أكياس الرز كتير ومفيش مشكلة يعني لو هي خدت كيس واحد لنفسها بدل ما هو كده كده هيتحرق. لكن سوهان بيقول لها ما أنا لسه مأكلك دلوقتي أكل يكفي أسيوط كلها، وبعدين الرز ده تقيل وممكن يعطلنا وإحنا بنهرب، سيبيه وأوعدك إني مش هسيبك تجوعي تاني. ولكنهم بعدها بيسمعوا صوت الحراس اللي بينادوا على الزعيم بتاعهم وبيقولوا له إن الزومبي هجموا على المكان يا فندم. فعصفورة بتشغل دماغها وبتقول له يبقى أكيد الزومبي دخلوا من المكان اللي دخلنا منه. فسوهان بيقول لها طب يلا بينا نحط المتفجرات هنا ونمشي. وعامة حوار الزومبي ده كويس لأن تركيزهم كله هيكون عليهم. الحراس بيقعدوا يخبطوا على باب الزعيم وبيقولوا له الحقنا يا لوندي يا لوندي الحقنا. وفي الآخر الزعيم بيطلع وبيضرب واحد فيهم بوكس في وشه بيوقعه على الأرض، والزعيم بيخرج من الأوضة بتاعته اللي بتكون مليانة حريم جوه. لا ما كده شغل لا مؤاخذة يعني، ما مش هيبقى البطل والشخصيات الجانبية. طيب وانا يا فتحي وانا مخرج وانا عايز لايكات على المقطع، فكرني هقول عايز حريم ولا إيه؟ لا يا عم استغفر الله العظيم، عايز فلوس. المهم لوندي بيقول للحراس انا مش قلت لكم قبل كده مش عايز حد يصحيني لما اكون نايم؟ نايم مين؟ ما بلاش لف ودوران. وبعدين هو ايه اللي انت لابسه ده؟ هو انت منهم ولا ايه؟ ما انا من الاول والاخر شاكك فيك بصراحة. المهم الحارس اللي هناك بيعيط وبيقول له لا مؤاخذة يا مدام قصدي يا معلم بس الزومبي غزوا المكان. فالقائد بيتصدم وبيقول له ده معناه بيسيبهم وبيجري على تلاجة الاكله. بيفتح الباب اللي بيكون باين عليه ان في حد فتحه قبله، واول ما بيفتح الباب بيلاقي فيه ازاز مكسور مرمي على الارض، فبيبص في كل مكان لحد ما بيشوف المتفجرات. ولكن الوقت بيكون عدى وفات والمتفجرات بتولع في المخزن كله باللي فيه. لوندي بيتعصب وبيقول انه متاكد ان اللي عملوا كده هم عصابه الدب. سوهان وعصفوره بيكونوا جوه المواسير وبيسمعوا اعضاء العصابه وهم بيقولوا ان كل اللي بيحصل لهم بسبب عصابه الدب. سوهان بيفرح لان خلاص كده خطتهم بتنجح ومحتاج شويه وقت علشان العصابتين يفشخوا بعض. بعدها عصفوره بتفتح باب ماسوره التكييف وبتطلع منها وبتقول لسوهان ينزل المكان فاضي، لكن عصفوره بتلاقي عدد كبير جدا من الزومبي، فسوهان بيقول لها خدي بالك يا كتكوته في كتير جاي عليك. لكن عصفوره بتطلع السلاح وبتلوش في اللي بيجي قدامها وسع يابا، ولكنها بتلاقي عدد كتير جدا فبتقرر تاخدهم لمكان تقدر تقتلهم كلهم فيه. ولكنها اول ما بتلف وشها بتلاقي واحد من العصابه، اول ما بيشوفها بيقول لها هو انت بقى اللي مدوخانا ومخلينا ندور عليكي، وكمان انت السبب في اللي بيحصل، واحنا كنا فاكرين ان عصابه الدب هي اللي عملت كده. لكن عصفوره ما بتسيبلوش وقت يتكلم وبتديله واحده هيد شوت بنص دماغه. دي دماغ ولا بصله؟ المهم عصفوره بتقف لدقايق وبتفكر في ان احتماليه كبيره تلاقي اعضاء من عصابه النمر قدامها، ولكن وراها في زومبي اللي هو كده ميت وكده ميت، اخاف من ايه؟ ولكن سوهان بيطلع الخنجر اللي معاه وبيقتل اي زومبي يقرب. بيقول لها مش العصافه هتقتلهم؟ فعصفوره بتطلع عصافه هي كمان وبتقول له انا كمان قلت كده. سوهان بيقول لها انا دايما كنت بقتلهم في الالعاب وده اول مره ليا في الحقيقه، بس لو قتلناهم مع بعض وطلعنا من المشكله دي هنكون اصحاب عدوا مع بعض على الحلوه والمره. بس يلا بينا بقى كفايه كلام وخلينا نقتل منهم كل اللي نقدر عليه. وبعد مرور فتره بنشوفهم قاعدين وباين عليهم التعب. سوهان بيكون مش مصدق انهم قدروا يهربوا بعد ما كان قدامهم العدد الكبير ده من الزومبي، ولكن عصفوره كالعاده بتكون جعانه وكمان بردانه. سوهان بيكون عامل حسابه انها ما بتشبعش فبيطلع اكل وبيقول لها بما ان دي ليله مميزه فانا هجيب الاكل من شنطتي ومسموح لك تاكلي كل اللي انت عايزاه. فعصفوره بتشكر وبتاكل بقى بايديها ورجليها وكله شغال. طبعا ده حال كل واحد فينا بعد اول يوم رمضان. المهم سوهان بيكون خايف من شكلها وهي بتاكل، ولكنه بيطلع واحده ريد بول يشربها. فعصفوره بتقول له ما تجيب شفطه يا غالي خلينا اجرب. فسوهان بيقول لها انت لسه صغيره انا بجيب لك اكل وكل حاجه انما كله الا ريد بول، عندك الشنطه مليانه عصير خد اللي انت عايزاه. عصفوره بتتضايق وبتقول له بس انا مش صغيره ومن حقي
جرى، فبيقول لها معلش دي قوانين، وبيخلع منها وبيقول لها هروح اغير هدومي وانت روحي ارتاحي شويه. بيسيبها وبيقفل الباب، ولكنه اول ما بيسيبها بتروح عند علبه الريد بول اللي كان بيشربها، بتمسك العلبه وبتكون عايزه تجربها. المهم بنشوف سوهان وهو في اوضته وبيكلم النظام وبيقول له وانا بضرب في الزومبي كان في اشعارات بتجيني، يا ريت تظهرها دلوقتي. في الاول بياناته الشخصيه بتبان، والنظام بيعرفه ان شاشه المعلومات دي هتساعده بشكل كبير علشان يفهم احصائياته. فسوهان بيقول له فاهمك، ولكن بعد اللي انا شفته انت متاكد ان مفيش غلط في احصائياتي؟ ده انا كنت عنتيل في المدرسه، دول كانوا بيقولوا عليا عنتره، عنتره ولا سوسن. معلش اصل كان في لخبطه بالاسماء. المهم بيقولوا المفروض جسمي يكون اقوى من الاحصائيات دي بكتير، وبيكون مكتوب في الاحصائيات ان قوتها اقل من المتوسط. فالنظام بيقول له انا فاهم قصدك، لكن التقييم ده بالنسبه للمعايير بتاعه العالم اللي انت فيه مش العالم الاصلي بتاعك، وطبيعي يعني ان الاشخاص عايشين في العالم المروع وبيحاربوا الزومبي تكون اجسامهم اقوى من اللي بيحاربوا الزومبي بس على الكمبيوتر. فسوهان بيفكر في طريقه علشان يبقى اقوى، فالنظام بيقول له خلي بالك انك ممكن تستخدم الذهب علشان تكون شخص اقوى، والميزه الاولى اللي هتكون عندك انك هتقدر تفتح نظام اليانصيب، هتقدر تاخد اكل واسلحه، وده غير احصائياتك ومهاراتك اللي هتزيد. سوهان بيفرح جدا وبيقول للنظام طب انا محتاج قد ايه من الذهب علشان اترقى؟ فالنظام بيقول له ان اول ترقيه علشان يفتح صندوق العناصر هيحتاج 1000 كيلو ذهب. ليه يا عم؟ انت عارف الجرام بقى بكام دلوقتي؟ ده انا علشان اتجوز مش عارف اجيب 15 جرام، وابوها هيطلب 70 جرام اقل حاجه. بس بما اني معذور ومحبوب من المتابعين فهيبعتوا لي ثمن الدهب. سيبك من موضوع جواز، خلينا بموضوع ابن النصابه ده اللي عايز 1000 كيلو دهب. هو انا جاي اخطب انفعلت شويه معلش. المهم بنعرف ان صندوق العناصر ده عباره عن علبه مكعبه حوالي 500 متر يقدر يخزن فيها الحاجات وياخدها من هنا للي هو عايزه وقت ما يعوز، مخزن يعني متنقل. ولكن لما سوهان بيحسب سعر الذهب فال1000 كيلو اللي النظام عايزه بيطلع انها حسبه بسيطه حوالي 400 مليار، يعني مش حاجه. 400 مين؟ وربنا اللي احسبها انا. ايوه عارف اني واخد كحكه في امتحان الرياضه بس برضه هحسبها. تصدق طلعت مش كتير، رقم ما اتعلمتوش بالمدرسه. المهم سوهان بيقول للنظام يا اخي ده احنا زباينك عيب عليك لما تعمل معايا كده، لكن النظام بيقول له اهدى بس واحسبها بالعقل، صدقني كل دولار هيدفع هيترد لك تاني، لكن اول ما تفتح نظام اليانصيب وتكسب كتاب المهارات ساعتها هتقدر تتعلم مهارات جديده، والمهارات دي هتزود من فرصه انك تعيش لوقت اطول. وخلي بالك انت برضه ممكن تطور مهاراتك عن طريق قتل الزومبي وهتكون اقوى برضه. ولكن المهم اللي عايزك تعرفه هو ان الاحصائيات اللي هترقيها هنا هتخليها زي ما هي في الواقع بتاعك. حرفيا النظام قلب بياع كانه في سوق العتبه. المهم سوهان بيكون معجب بالموضوع لانه كده كده بيقوي في شخصيته الحقيقيه، وبيقعد يفكر في اللي بيحصل وبيقول ان النظام عنده حق، وانه محتاج يكون قوي في حياته العاديه برضه مش في العالم المروع بس، لان فتح اللي ضربه اكيد هيكون عايز ينتقم. فتح مين ونظام مين؟ ده ابن نصاب بيضحك عليك في 1000 كيلو دهب، هو انت مصدق ولا ايه؟ خروف والله. المهم سوهان بيمسك شعره وبيقول للنظام هو انا لما ابقى اقوى شعري هيقع والكلام ده؟ فالنظام بيقول له لا طبعا احنا بنستخدم خامات نظيفه يا باشا، وعندك شامبو ضد القشره والتسلخات. سوهان بيقول له طب خلاص هاخد لفه كده وارجع لك، وبيقول لنفسه ان هدفنا الرئيسي دلوقتي هيكون تجميع اكبر قدر ممكن من الذهب. فبيخرج بره الاوضه علشان يشوف عصفوره، لكنه بيلاقيها غايبه عن الوعي بعد ما خلصت كل علب الريد بول اللي كان جايبها. بيشيلها وبيوديها لاوضتها وبينزلها واحده واحده، ولكن هو بيبص لها بيعجب بيها جدا لانها جميله. جميله مين؟ عينك من عليها يا نجم، وربنا فشخك لو قربت لها. الحمد لله بيقتنع ان اللي بيعمله ده غلط فبيسيبها وبيمشي. فاول ما بيقفل الباب عصفوره بتقوم وبيطلع انها كانت عامله نفسها نايمه زي فيلم محمد هنيدي اعمل نفسك ميت. بتكون زعلانه لانها كانت عايزه سوهان يشربها عصير، فبتزعل وبتقعد تعيط ماشي يا عصفوره وانا اللي قلبي كان معاكي. المهم بيصحوا تاني يوم وبيبقوا ماشيين في شوارع المدينه المهجوره، لكن مره واحده عصفوره بتقول لسوهان يقف مكانه، فبيقول لها في حاجه ولا ايه؟ ما تخضنيش على الفاضي. فبتشيل النضاره بتاعتها وبتقول له في حد بياكل لحمه في حته قريبه من هنا. سوهان بيشم الريحه هو كمان وبيقول لها فعلا انا شامم الريحه. عصفوره اول ما بتتاكد انها شمت صح بتجري ناحيه الريحه. سوهان بيقعد يهديها وبيقول لها ده ممكن يكون فخ، هو انت يا بنت مش لسه واكله دلوقتي؟ بيروحوا لسطح قريب من الريحه وبيبصوا من فوق السطح فبيشوفوا مجموعه من الناس واقفين تحت، والحاج حسين بيقول لهم الريحه جت من هنا، واللي واحد فيكم ياخد المسدس بتاعه ويستخبى وخليكم مستنيين اشارتي. فسوهان بيقول لعصفوره هو انا ليه حاسس اني شفت الراجل ابو شعر اخضر ده؟ هو فرد من عصابه النمر الابيض؟ فبتقول له ايوه الراجل اللي قدامك ده اسمه حسين، وفي الاصل كان قائد صغير في عصابه النمر الابيض ولكنه خانهم وانضم لعصابه القرش الغاضب بعد ما عرف ان عصابه النمر الابيض ما عادش عندهم اكل في الثلاجه. فسوهان بيفرح لانه عضو من العصابه اللي بيدور عليها. وبنشوف حسين ورجالته وهما بيقربوا من مبنى، لكن في بنت بتزعق له وبتقول له اقف مكانك ولا هضرب عليك نار. فسوهان بيكون مستغرب من ان في صوت بنت طالع من المبنى، ولكن حسين بيضحك وبيقول حضره
الحكومه شوشو؟ هو انت اللي في المبنى؟ فشوشو بتقول له هو ايه اللي جابكم هنا؟ فحسين بيقول لها اصل سمعت ان عندكم لحمه وانت عارفه سعرها دلوقتي، فجبت كل اصحابي اللي ما كلوش لحمه من زمان علشان تعطفي علينا وتقسمي معانا. فسوهان بيقول للعصفوره هي مين اللي موجوده في البيت ده؟ فبتقول له دي شوشو، واحده من الشرطه، ولكن بعد اللي حصل حولت المبنى ده لقاعدتها، وفريقها فيها عجوز اسمه ناجي، وده هو المرشد بتاعها، وده غير ان معاها عدد كبير من الاطفال والستات اللي ما عندهمش اي قدرات في القتال. فسوهان بيقول لها طب هما ما مشيوش من المكان ده ليه؟ فبتقول له انها سمعت ان ناجي كسر رجله وده اللي خلاهم قاعدين في مكانهم. فسوهان بيعرف ان شوشو خايفه على بقيه فريقها، فعصفوره بتقول له هو انت ناوي تساعدهم؟ فبيقول لها ايوه، بس الهدف الرئيسي هو تدمير المجموعه دي، وبعدها نجيب شوشو لينا علشان تساعدنا في تدمير عصابه القروش. شوشو بتكلم حسين بتقول له بس انا شايفه انكم كتير، يعني ليه ما تروحش تدوروا على اكل في مكان بعيد؟ فحسين بيقول لها احنا عملنا كده فعلا، لكن المشكله في الحظ وانت طلعت محظوظه، تعبنا كلنا في الصيد ولكننا ما قدرناش نجيب حاجه، وعامه كل اللي احنا عايزينه هو النص بس. وبنشوف ناجي مع شوشو وبيقول لها هو احنا ما نديلهمش اللي هم عايزينه؟ فشوشو بتقول له لاننا لو اديناهم اللي هم عايزينه مش هيسكتوا وهيطمعوا فينا، وكل ما هنجيب حاجه هياخدوا مننا برضه. بتقول له اديك مين وربنا ما يحصل، الراجل فيكم يقرب وانا حاجز له تذكره يسافر بيها. حسين بيقول لها طيب بما انك قديمه في الشغلانه وعارفه اللي فيها، انا عارف ان مش معاكي اسلحه كتير، وكمان انا معايا عدد كبير من الرجاله، برايك لو اتعاركنا مع بعض مين اللي هيكسب؟ فبدل ما ناخد كل حاجه انا بقول لك اخد النص واسيبك في حالك. شوشو مش بتتكلم وبتطلع المسدس بتاعها وبتضرب على طول، بتوقع واحد. بتقول له حسين انت بتتكلم كتير ليه؟ لو هتعرف تعمل حاجه تعال اعملها، واعلى ما عندك وريني. حسين بيتضايق وبيقول لكل الرجاله اللي معاه يمسكوا شوشو، واللي معاهم مسدسات يركزوا على الشبابيك. شوشو بتستخبى وبتقول ان مش معاها رصاص ومش هتقدر تكسبهم. ناجي بيجي لها وبيقول لها انا هخلي بالي من السلم علشان هيطلعوا منه، فبتقول له ماشي خلي بالك من نفسك. بنروح لسوهان اللي بيقول لعصفوره تستعد لان دورها جه، فبتطلع القناصه وبيقول لها اللي معاها مسدس، فعصفوره بتنشن عليه وبتديله واحده هيد شوت من اول طلقه. حسين مش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل، ولكن شوشو اول ما الضرب بيقف بتستغل الفرصه وبتضرب على رجاله حسين وبتوقعهم واحد ورا التاني. حسين بيدي المسدس لواحد تاني وبيقول له يضرب على شوشو، لكنه قبل ما يضربها بياخد طلقه في ايده، بتكون الضربه من القناصه بتاعت عصفوره، لكنها ما عرفتش تديها له هيد شوت المره دي. حسين بيعرف ان في حد بيساعد شوشو من بره، فبيقول لرجالته يستخبوا لانهم هيتصفوا واحد ورا التاني. شوشو مش بتكون عارفه مين اللي بيساعدها، وحسين ورجالته بيدخلوا جوه اول عماره بتقابلهم، وحسين بيقعد يصيح ويقول هو مين اللي بيتجرأ يهجم على عصابه القرش؟ شوشو بتروح لناجي علشان تطمن عليه، فلما بتروح له بتقول له انت كويس ولا ايه؟ فبيقول لها ما تقلقيش انا ما شفتش الا 2 اغبياء وقتلتهم، بس انت ايه اللي نزلك فجاه كده؟ في مشكله ولا ايه؟ بتقول له لا الفكره ان عدد العصابه كان كبير ولكن في حد بيساعدنا في قتلهم. فبيقول لها وايه اللي مخليكي متاكده كده؟ فبتعرف ان في واحد من العصابه مات فجاه بسبب ان في حد ضرب عليه النار، فكلهم خافوا واستخبوا، ورجاله حسين بيكونوا مستخبيين وراه وبيقولوا له انت خايف من ايه؟ احنا عددنا اقل جدا وكمان هم اقل مننا، خلينا نخلص عليهم بقى بدل ما نكون خسرنا ده كله على الفاضي. حسين بيقول لهم اهدوا بس انا عارف ان احساسي صح، فبيخرج من ورا الباب وبينده على شوشو وبيقول لها ما تيجي نتكلم تاني بس على الهادي وابعدي عننا ناجي، وانا هنا تاني مش هاجي. اوعي تكوني زعلانه يا اماني، خلاص والله رجعنا تاني، لو مش مصدق اسال ناجي وهادي، ثواني بس اخلص الزبادي. وبس هنا نكون وصلنا لنهايه مقطع اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد، وسلام عليكم.